المريضه بتسال طب انت ليه ما عملتليش حاجه تشوف لي بيها جوده البيضات قبل ما تبدا معايا البرنامج؟ ده هي طبيعتها كده، مفيش حل يعني. الناس اللي بتتكلم على جوده البيضات خصوصا الناس اللي سنهم كبير شويه احيانا بنعمل لهم حقن مجهري وبعدين نفاجئ ان جوده البيضات ما كانتش كويسه وبالتالي ما حصلش تخصيب كويس. المريضه بتسال طب انت ليه ما عملتليش حاجه تشوف لي بيها جوده البيضات قبل ما تبدا معايا البرنامج؟ لا للاسف مفيش اي حاجه نقدر نعرف جوده البويضات قبل ما نبدا. بس العامل الاساسي برضو في جوده البويضات اللي هي ممكن ينتج منها حمل هو السن، عشان كده بتنخفض قوي النسبه بعد 40 سنه وبتختفي بعد سن 43 سنه حتى لو عدد كويس. دايما الناس بتيجي تقول لا انا المفروض قبل ما ابتدي الحقن المجهري اخد علاج لمده 3 شهور يحسن لي جوده البويضات، يعني حاجه تفاجئ ان هي بتاخد مجموعه من الفيتامينات مكلفه جدا جدا وملهاش اي فائده على حاجه. طيب لو المريضه سنها صغير المبيض بتاعها كويس تحليل جوزها كويس ونسب التخصيب قليله. هو الاخصاب ده عامل من ثلاثه اصلا. العامل الاولاني يكون في مشكله في الحالات المنويه، ممكن يبقى شكلها ظاهريا كويس بس يكون فيها مشكله، او الحاجه الثانيه يكون في مشكله في البويضات لان في ناس بويضاتها مش كويسه، او يكون مشكله في المعمل لان دي حاجه وارده ان هي ممكن تحصل. فجوده المعمل طبعا مهمه جدا في الحته دي. كل حاجه المفروض كويسه، بيضات كويسه وسائل منوي كويس والمعمل كويس، ساعات برضه ملهاش. نسبه التخصيب طالعه قليله. في ايه ناس الرد طبيعتها اللي انا كده. ممكن اقوله للمريضه وقتها؟ لا هي طبيعتها كده، مفيش حل يعني. طالما ان في اجنه معموله يعني هو الاخصاب قليل بس احتمال يحصل حمل موجود برضه.